النهارده هنتكلم عن هاتف من شركة هونر مقاوم للسقوط وللصدمات من مسافة 2 متر، وكمان ضد المية، مع بطارية كبيرة وشحن سريع ومعالج كويس. ولكن هل ده كافي مقابل العيوب الباقية ولا لأ؟ اعمل لايك واشتراك، عايزين نوصل 200,000 مشترك في السنة الجديدة. ويا أهلا بيكم مشاهدين ومتابعين قناة موبي سي. احنا النهاردة هنتكلم عن هاتف هونر X60. هنتكلم عن كل مواصفات الهاتف، المميزات، العيوب، السعر، وكمان المقارنة اللي هتكون في النهاية. اعمل لايك واشتراك ويلا بينا نبتدي. في موبي سي تقدر تشوف مواصفات والسعر ومميزات وعيوب كل موبايل، وكمان مقارنة مع أفضل منافس ليه. كل ده في فيديو واحد. اول حاجه نشوف تصميم الهاتف، وتصميم الهاتف هنا الصراحه شكله حلو كده ورايق. تدريجات الالوان والحوارات دي كلها شكلها رايق، وحتى الكاميرا والفريم اللي حوالين الكاميرا شكله حلو جدا الصراحه. طبعا الظهر بيجي بلاستيك وفي ظهر بيجي من الجلد، فالاتنين شكلهم جامد الصراحه من وجهه نظري. طبعا خامات الهاتف هنا كلها بتيجي من البلاستيك. وعلى طول نخش على الشاشة اللي هنا جايب حجم 6.8 بوصة، جودتها فول HD بلس وبدقة 2412 في 1080 بكسل، مع معدل كثافة بكسلات 389 بكسل لكل انش، والشاشة نوعها TFT LCD، ومعدل التحديث 120 هرتز، والسطوع بتاعها 850 شمعة. الشاشة هنا للأسف مش الأفضل خالص في السعر ده، يعني هي 120 هرتز مع جودة 1080، ولكن في السعر ده كانت مفروض تكون أموليد وكمان بسطوع أعلى من كده، فهي هتمشي الدنيا شوية، ولكن كمواصفات فيها مش الأفضل خالص في السعر ده مع المنافسين يعني. نتكلم هنا عن اداء الهاتف او المعالج هنا هو الميديا تك ديمنسايتي 7025 الترا اللي بيجي بدقه تصنيع 6 نانو، والمعالج ده اداؤه زي معالج السناب دراجون 695 او اقوى منه بفرق صغير. المعالج هنا مناسب وكويس جدا على الفئه دي، هيقدم لك اداء يعتبر جيد ومناسب بالنسبه للفلوس اللي انت بتدفعها. اداء كويس في المهام اليوميه، استخدام يومي، تصفح، فيسبوك، مكالمات، يوتيوب، كمان الالعاب هيقدم فيها اداء بشكل متوسط وكويس. زي ما قلت المعالج هنا مناسب وكويس على الفئة دي. الجهاز بيجي بأربع نسخ، الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام، والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام، والتالتة 256 جيجا مع 12 جيجا رام، والرابعة 512 جيجا مع 12 جيجا رام، والجهاز ما بيدعمش تركيب كارت ميموري خارجي. الجهاز جاي بكاميرا واحدة خلفية، ودي حاجة أنا مستغربها الصراحة، وهي 108 ميجا بكسل، ودي الكاميرا الوحيدة. يعني الصراحة في السعر ده كان المفروض يكون في كاميرا زاوية واسعة، وكمان كان المفروض يكون في يعني تثبيت بصري مثلا. يعني أنا مستغرب الصراحة الكاميرات هنا. الكاميرا الخلفية بتصور فيديوهات 1080 30 فريم في الثانية، وكاميرا الهاتف الأمامية بتيجي 8 ميجا بكسل وبتصور 1080 30 فريم في الثانية. بطارية الهاتف هنا جايب حجم 5800 ملي أمبير. الصراحة بطارية كبيرة وممتازة، وهتقدم أداء ممتاز وهتقعد وقت كويس الصراحة. بالإضافة لدعمها الشحن السريع بقوة 35 واط، ودي سرعة كويسة في السعر ده، وهي بتدعم الشحن العكسي بقوة 5 واط. الهاتف هيجي باندرويد 14، وللاسف ما بيدعمش NFC، وده عيب كبير في السعر ده. الهاتف ما بيدعمش منفذ السماعات، منفذ الشحن بيجي من نوع تايب C. سماعات الجهاز برضو ما بتدعمش الاستيريو، وده عيب كبير في السعر ده. وهونر اعلنت ان الهاتف مقاوم للصدمات والسقوط من مسافة 2 متر، فدي حاجة ممتازة الصراحة. كمان هونر اعلنت مقاومة الماء، ولكن ما قالتش بشهادة ايه. الجهاز بيدعم خدمات الجيل الخامس، والوان الجهاز هم الاسود والاخضر والفضي، والجهاز بيدعم البصمة وموجودة فيه زرار الباور. معلش ثانية من وقتك، وقبل ما نخش على المميزات والعيوب والسعر وكل الحاجات الباقية، معلش ثانية من وقتك اعمل اشتراك لقناة موبي سي. احنا بنتعب جدا علشان نقدم لكم المحتوى ده، وبياخد وقت ومجهود، فاللايك بتاعك والاشتراك مش هياخد منك ثواني، ولكن هيفرق معانا جدا. ويلا بينا نكمل. نتكلم عن مميزات الهاتف. المعالج هنا الصراحة كويس ومناسب على السعر ده، وهيقدم أداء كويس. برضو حاجة زي مقاومة السقوط من 2 متر ومقاومة الصدمات وكل ده، دي حاجة ممتازة. برضو البطارية كبيرة وكويسة مع شحن سريع مناسب الصراحة. الجهاز بيدعم ال 5G، ودي حاجة كويسة في السعر ده. طيب بالنسبة للعيوب، الصراحة الشاشة هنا مش الأفضل خالص. 120 هرتز و1080، ولكن كانت مفروض تكون أموليد بسطوع أعلى من كده زي المنافسين. برضو الجهاز ما بيدعمش NFC. برضو الهاتف ما فيهوش غير كاميرا واحدة، وما فيهوش كاميرا زاوية واسعة، ولا فيه تثبيت بصري. وطبعا الجهاز ما بيدعمش الاستيريو.
طيب خلونا دلوقتي بعد ما شفنا كل مواصفات الهاتف نعرف السعر، بس خد بالك ان السعر في مصر وفي السعوديه اسعار احنا متوقعينها لان الجهاز لسه منزلش مصر ولا السعوديه. الاسعار دي لنسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام. الهاتف نزل رسميا في الخارج بسعر $185. السعر المتوقع في مصر 11500 جنيه. السعر المتوقع في السعوديه 850 ريال. طيب كده كويس قوي، بس لو الجهاز ده مش عاجبني ايه بقى المنافس بتاعه؟ هقولك عندنا هاتف السامسونج جالاكسي A25 ال 5G. الهاتف ده هو اقوى منافس لهاتف الهونر X60. فاحنا هنخش على مقارنه سريعه بين الجهازين، ولكن قبل المقارنه احب اقول لك ان احنا في القناه هنا عملنا مراجعه لهاتف السامسونج جالاكسي A25 5G. لو تحب تشوفها هتشوفها من الاي اللي هتظهر لك فوق دلوقتي. احنا اول حاجه هنقارن المعالجات، وهنا معالج الهونر هو الميديا تك ديمنسايتي 7025 الترا، ومعالج السامسونج هو الاكسينوس 1280. وهنا اداء الاثنين متقارب جدا من بعض. الاثنين جايين بشاشه 120 هرتز وجوده 1080، ولكن نوع الشاشه بتاع هونر TFT LCD وسامسونج نوعها سوبر اموليد، وهنا سامسونج تتفوق وكمان السطوع افضل. بطاريه هونر 5800 ملي امبير مع شحن سريع 35 واط، وسامسونج ببطاريه 5000 ملي امبير وشحن سريع 25 واط، وهنا هونر تتفوق. هونر فيه مقاومة للصدمات والسقوط من مسافة 2 متر، ولكن سامسونج لأ، وهنا هونر تتفوق. هونر مش بيدعم NFC ولا كاميرا زاوية واسعة، ولكن سامسونج بيدعم NFC وفي كاميرا زاوية واسعة وكمان في تثبيت بصري في الكاميرا، فهنا سامسونج تتفوق. تعالوا نشوف فرق السعر ما بين الجهازين، مع العلم ان سعر هونر ده متوقع انما سعر سامسونج في مصر ده رسمي. سعر هونر المتوقع نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 11500 جنيه. سعر سامسونج الرسمي نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 12200 جنيه. في نهاية الفيديو لو عندك اي هاتف معين محتاج ان احنا نعمل له مراجعة اكتب اسمه في التعليقات، ومستني رأيك في هاتف هونر X60. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة.